تغيب مجددا عبد العزيز الجعيدي الحارس الشخصي للملك محمد السادس، ولم يكن حاضرا في التحركات الأخيرة رغم عودته إلى ممارسة مهمته الأمنية مع باقي أفراد الحرس الخاص. وذكرت جريدة الأسبوع الصحفي نقلا عن مصادرها أنه رغم عودة الحارس الأشهر في عهد الملك محمد السادس فإنه لم يتمكن من الظهور في الفترات الماضية بسبب التقرير الطبي يحذره من تفاقم إصابة كان قد تعرض لها في إحدى رجليه. وتغيب الجعيدي عن محيط الملك محمد السادس لسنتين بسبب ما يرجح أن قرارا اتخذ يقضي بإعفائه من مهامه، لكنه عاد مجددا إلى الظهور.